حسن الحظ ان احنا هنستكمل هذا الاتصال مرة أخرى الآن مع الكاتب الصحفي دكتور صبري الجندي، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. أهلا بحضرتك مرة تانية دكتور صبري. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، وبنستكمل معاك استعراض أهم العناوين الإخبارية اللي كانت معانا وكنت حضرتك بتعلق عليها. كنا بنتكلم على اهتمام الدولة باليتيم وبيوم اليتيم كما هو معتاد كل عام. احنا طبعا هذا اتجاه محمود من الدولة أن تهتم بالأطفال اليتامى وتهتم بالأطفال العاديين. احنا شعب لديه عدد ضخم جدا من الأطفال في مراحل مختلفة، ابتداء من المواليد الجدد وحتى التلاميذ في المرحلة الإعدادية. الاهتمام زي ما أنا قلت في المكالمة اهتمام صحي واهتمام ثقافي واهتمام تعليمي واهتمام اجتماعي واهتمام رياضي. في كل هذه النواحي يجب أن نهتم بالأطفال لتربية الأطفال صحيا وثقافيا واجتماعيا وتعليميا بشكل يحقق لنا شبابا منتجا يستطيع أن يقود هذه الأمة. احنا دولة شابة، 65% من الشعب المصري من فئة الشباب، وبالتالي هذه الميزة هي التي يعول عليها المخطط لمستقبل مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة هذه الأمة الشابة وفي زيادة انتماء الشباب لبلدهم. وبالتالي يبدأ هذا كله من الصغر، من الطفولة. وتأتي رسالة السيدة انتصار السيسي رسالة مهمة التي أكدت فيها رعاية الدولة لكل أطفال مصر، ليس فقط الأطفال اليتامى. عنوان آخر كان أيضا من الصفحة الأولى لجريدة الأهرام دكتور صبري، واللي كان بيقول شهادة دولية جديدة، نمو الاقتصاد المصري يفوق توقعات صندوق النقد الدولي. تعليق حضرتك على هذا العنوان إيه؟ احنا بالفعل الاقتصاد المصري في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها العالم، وفي ظل الصراع في المنطقة، وفي ظل التحديات التي تواجه مصر من كل الاتجاهات الاستراتيجية سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب أو الشمال، عملت الحكومة على محاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها مصر بمجموعة من الخطط. طبعا هو كلنا كمواطنين نشكو من الغلاء، لكن أعتقد أنه في الفترة الأخيرة الأسعار أخذت في الاستقرار. سعر العملة الأجنبية أيضا مستقر إلى حد ما. هو شهد ارتفاعا بالأمس وأول أمس نتيجة قرارات ترامب التي هزت العالم، ولكن الإشادة بتطور الاقتصاد المصري وتحقيقه لمعدلات نمو تتفوق على المعدلات التي توقعها صندوق النقد الدولي، هذا في حد ذاته شهادة للقيادة المصرية وشهادة للحكومة المصرية وشهادة للشعب المصري الذي صبر على حكومته والذي تحمل الكثير من أجل أن يتم تصحيح مسار الاقتصاد المصري، وهذا ما تحقق. ونتمنى أن ترتفع معدلات النمو في السنة القادمة أكثر من 4.7. خبر آخر أيضا دكتور صبري، واللي كان بيقول في عنوانه عربدة كاملة، أبو الغيط العالم عاجز أمام حروب إسرائيل على غزة ولبنان وسوريا. هذا المشهد المعقد للغاية في إقليمنا العربي، وهذا يعني العنوان بتفاصيل وتعليق حضرتك عليه إيه؟ للأسف الشديد العالم زي ما قلنا مليون مرة قبل كده بيكيل بمكيالين. العالم واقف مش بس متفرج
على ما يحدث من إسرائيل في حرب إبادتها الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، ولا في محاولة احتلالها مجددا لهذا القطاع وللضفة الغربية أيضا في خطط ممنهجة وموضوعة لإبادة الشعب الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية إلى الأبد، وعودة إسرائيل لاحتلال كامل الأراضي الفلسطينية والقضاء على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. لأنه هذه الخطط التي وضعت منذ 1902 وذكرت في بروتوكولات حكماء صهيون، يبدو أن الضعف والهوان الذي تشهده المنطقة والصمت على كل هذه المجازر وكل هذه الأشياء التي يدمى لها القلب، وتأييد ودعم العالم الغربي كله. تخيلي حضرتك أن أمريكا تحارب لصالح إسرائيل علنا، بينما هي وسيط في وقف إطلاق النار أو في مباحثات وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني، ومع ذلك تحارب لصالح الكيان الصهيوني علنا، وتحارب بشكل مباشر، وهي التي تعطي الأسلحة وتمد إسرائيل بالأموال. لولا الدعم الغربي والدعم الأمريكي لإسرائيل ما كانت لتصمد كل هذه الأيام أكثر من 470 يوم. الحرب هذه دائرة، وصمود الشعب الفلسطيني صمود أسطوري بعد أن تم تدمير كامل قطاع غزة وإعادة احتلال أجزاء منه تصل إلى 25% من قطاع غزة، وآخرها رفح ومحيطها، وداخلين على جباليا وعلى منطقة شرق غزة كلها. وبالتالي أصبح الخطر على الأمن القومي المصري أكثر كثيرا في الأيام الماضية، إلى جانب الاستفزازات الإسرائيلية المتعمدة لمصر وللشعب المصري وللقيادة المصرية التي تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، ليس ضعفا أو تخاذلا، لكن ثقة في قدرتها على التصدي للمخطط الإسرائيلي وعلى التصدي لكل المحاولات الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل، وعلى التصدي لكل ما تطالب به إسرائيل من تطهير عرقي وتهجير قسري. وده معناه أنه مصر على المحك، وأنه على إسرائيل أن تحذر الغضب المصري وتحذر غضب 100 مليون. وعندما قال السفير الوزير أحمد أبو الغيث أمين عام جامعة الدول العربية أن العالم عاجز، العالم ليس عاجزا، العالم متفرجا على ما يحدث، لأنه داعم لإسرائيل، ولأنه يكيل بمكيالين، ولأنه لا يحقق ديمقراطية حقيقية، كلها شعارات غربية مزيفة ثبت زفها في هذه المواقف المخزلة من أغلب الدول الأوروبية التي أعلنت علنا جهارا نهارا تأييدها للكيان الصهيوني في حربه على قطاع غزة. كما أكرر دائما دكتور صبري، دائما بنستفيد من رؤية حضرتك ومن تحليلك للأخبار. في نهاية اتصالي الهاتفي مع حضرتك بشكرك شكرا جزيلا دكتور صبري أرجندي، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. شكرا لوجود حضرتك معنا عبر الهاتف. أنا اللي بشكر حضرتك وسعيد بوجودي مع حضرتك دايما. أشكرك. شكرا ليك دكتور صبري. مشاهدينا الكرام، فاصل سريع وارجعوا لنا بعد كده مرة تانية.